السلام عليكم حبايب قلبي، شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. كل احنا نعرف ان شاء الله بحيل الله بعد ايام قليله وتنطلق مسيره الحسين. فحاب احكي لي ايش كم حكايه عن هاي المسيره. الله يحفظكم ان شاء الله ويتقبل زيارتكم. اول شغله لح تفتهمني يا اخوي، البعض وليس الكل، خلي هاي ببالك لان دائما اقول البعض العالم عبالها الكل، فالبعض وليس الكل. اول شيء شبابنا، الله يحفظكم ان شاء الله ويتقبل زيارتكم. هلا هلا ويا الخادم. اول شيء اول ما توصل للبعض وليس الكل، خليها هاي ببالك. اول ما توصل تريد انترنت، تريد تشوف لعبه، تريد نارجيله، تريد تزين. هذني اخويا فدو اروح لك عوفهن ببيتكم واطلع بنيه صافيه واطلع بلا ذني. تريد هذني سويهن عند اهلك، لا تطلع وتشوه سمعه الزائرين البقيه. اثنين، هاي الشباب يعني لبسك فدوة اروح لك. اكو شباب ترى جاي تزودها بالمشي، جاي تلبس لبس يعني مو طبيعي. فاخويا هلا هلا بلبسك فدوة اروح لك، خلي زيك زي مال زاير حسيني، مو مال واحد رايح للزوراء. للبعض وليس للكل، ويا رب ان شاء الله توصل للفكرة. هاي بالنسبة للشباب، الله يحفظكم ان شاء الله. انما بالنسبة للشابات اخواتي، الله يحفظكم ان شاء الله. اكو بنات البعض وليس الكل، من تطلع صحيح هي تلبس هاي البوشاية، بس خيتي العين خاطتها، الحاجب خاطته، ما رش حاطه لهنا وهنا. فدور روح على خيتي، انت رايحة للحسين، لا تحاولين بهذن الشغلات. انت تردين تسوين سويهن ببيتكم، لا تسويهن وانت رايحة بهذا الطريق، لان اكو وياك زايرات بهذا الطريق. من راح تسوين هيجي راح تعمين على بقية الزايرات، راح تشوهين سمعة بقية الزائرات. من راح يجي واحد ما راح يقول شوف هاي، راح يقول شوف ذني. ماشي يا اخيتي، الله يحفظك ان شاء الله. بلا مكياج، للبعض وليس للكل. اكو بيهن ينحطن على الراس وتحفظشن زينب ان شاء الله. اثنين، لبستشن اخيتي فدوا اروح ليش لا تلبسين. هسه راح تقولين شلون تعرف انت نلبس ضيق؟ من تلبسين ضيق ولابسه فوقها هاي العبايه، من راح تجي هويه راح تطبق العبايه على جسمك اخيتي، راح يبين انت لابسه. فدوا اروح لك، من تشوفين صار هوا اقعدي، قاعد احتراما للحسين. عوفينا احنا كلنا احتراما للسيدة، خلي السيدة واسيها، واسي السيدة. من تشوفين هذا الشيء هو صار، اقعد بالموكب، هم انت مرتاحة قاعدة بالموكب مرتاحة، وهم انت محافظة على نفسك ومحافظة على زيارتك. يخلص الهواء تكملين مسيرك. الله يحفظكم ان شاء الله وتقبل زيارتكم. انا متاكد الهوايه من الشباب والبنات ما راح تاخذ هاي الحكايه من عندي، لانه انا حالي من حالكم جاي احكي. انما اذا يحكيها مع احتراماتي لكل اهل العمايم، اذا يحكيها واحد معمم، لا كل احنا راح نمشي على حكايته. فيا اخوي، النصيحه ما بيها شيء، يعني ما بيها شيء اذا انت تنصحني هسه انا اتقبل نصيحتك. اذا شفت نصيحتك تعجبني وما بيها شيء اتقبلها، ما تعجبني اعوفك بحالك. فعجبك الفيديو عادي طبق ذني، مو مسويه لي انت. انا ما راح احط شيء بجيبي، هذا للحسين. سوى هذا الشيء ترى. على فكره يعني هي هاي كلها العشر ايام ما تجي بالسنه مره واحده. وانتم تعرفون العراق، يوم انفجار، يوم قتل، يوم بعرس رامين، بفاتحه رامين، على يا ساعه ما ترى تجيك طلقه لو انفجار وتموت. فالله اعلم السنه الجايه انت موجود لو ما موجود. فخلي زيارتك هاي السنه توصل، خلي يسجل لك اياها الحسين. والله يحفظكم ان شاء الله ويتقبل زيارتكم. هذا كلامي للبعض وليس للكل. اكو هواي شغلات ما ذكرناها، لان اذا اذكرها راح يصير الحكي مو حلو. فالله يحفظكم، حافظوا علينا على هاي الزيارة. والله يحفظكم خواتي، حافظا على هاي الزيارة. إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة، ولا تنسى اللايك همينة. وحسابي على الانستغرام راح اخليه جواب التعليقات. عجبك الفيديو تابعني، سوي مشاركة. ما يعجبك عوفني بحالي اسولف. واسف على كل الفيديوهات اللي تجاوزت بيها، واكو عالم ببالها انا حكيت حكي مو حلو، فاسف واعتذر من عندكم وما بيها شيء. كل احنا مو معصومين وكل احنا نغلط. انا يغلط وانت تغلط وكلها تغلط، ولازم واحد من يغلط يصحح غلطه. ويا رب ان شاء الله باقي الفيديوهات تعجبكم، واحاول اصلح الغلط اللي انا ما اعرف شنو هو الغلط. فاسف واعتذر من كل اللي جرحتهم باي حكايه. واي واحد يعني كلكم اي مواضيع حابين العفو شاركوني بيها، كتبوا لي اياها بالتعليقات وان شاء الله نطرحها للكل. الله يحفظكم وتقبل زيارتكم.